حوارات خدعونا خدعة جامدة جدا. بس بصراحة عشان اكون صادق معاكم، الخدعة عجبتني قوي قوي قوي. والظاهر كده ان التشويق والسسبنس في الايام اللي جاية هيبقى ليفل عالي، ممكن يوصل لليفل الوحش. حوارات بدأوا يدخلوا المواضيع في بعضها، كل واحد بيرسل كلمة وانتوا مربطوا الاحداث، بس تيجي تربط الاحداث تلاقي حدث طالع من يمه وحدث طالع من يمه، تيجي تربط اليمتين ببعض تلاقي لا دي في اتجاه ودي في اتجاه والدنيا ماشيه، والمتابع هو اللي في الاخر واقع في سلسله التشويق الجامده جدا. بصراحه عشان اكون منصف، شابوه حوارات عديتوا ليفل الوحش، عدتوه مش ليفل الوحش، لا عدتوه. طب ليه يا عم محمد انت بتقول كده؟ استنوا بس قبل ما ننسى، والاهم طبعا ان انا ارحب بكل اخواتي اللي دايما سند وظهر، وبرحب بكل الناس اللي دخلت لي جداد، ودايما تشجيعكم هو الدافع ان احنا نكمل. واهم حاجه ما ننساش الصلاه على سيدنا الحبيب، قلوبنا وقلوبكم تطيب، النبي الزكي التقي العربي المكرم يوم القيامه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وبدون مقدمات كتير تعالوا نخش في التفاصيل، واحلى تفاصيل من حوارات. والمفاجأة بصراحة اللي عدت ليفل الوحش بالنسبة لي، حوارات بعد اعلان حسن الخطوبة ومحاولة تصديره الموضوع ده بثقة جامدة جدا، وبدأت الناس تركز بقى، خلاص احنا هنعرف تفاصيل الخطوبة ومن العروسة ومن التفاصيل. عرفنا بعض التفاصيل وكنا صادقين مع متابعينا واخواتنا اللي دايما بيدعمونا باللايكات، واللي كمان اللي بيخش لنا جديد بالاشتراكاته وما بينساش تفعيل الجرس. الحمد لله والفضل الله قدرنا نوصل لمعلومات كتير، وده من اول قناتنا بنوجه الضوء ونسلطه على الحدث قبل حدوثه، او بنوضح امور من المحتوى نفسه مخفية من بين السطور. بس حوارات المرة دي عدى ليفل الوحش بعد الحفلة اللي ظهر فيها حسن بفرحة هستيرية. طلعت انا قلت لكم ايه؟ الحفلة دي ما فيهاش كتب كتاب محمد. قلت لي يا عم ليه يا عم؟ ده هم بيقولوا الكلام موجه على كده. قلت لكم محمد ما كانش الرياكشن بتاع وشه بيدل ان ده عريس. يعني فرحة محمد فرحان، مش معنى مش بقول مش فرحان، فرحان وسعيد، بس فرحة العريس بتبقى مرسومة على وشه رسمة كده مختلفة، عريس بقى وعيالة. واظن ان كلنا مرينا بالكلام ده وقت جوازنا، اللي اتجوزوا واللي لسه ما اتجوزوش ان شاء الله ربنا يرزقكم وتمروا باللحظة الحلوة ديت اللي بعد كده هتندموا عليها وتقولوا ايه يا ريتنا ما اتجوزنا. لا ممار والله مش قصدي، ده انا بهزر مع المتابعين بس. كان واضح على محمد حوارات الرياكشن ما كانش جامد يدي انطباع ان ده عريس او كاتب كتابه. الفرحة فرحة حفلة فرحة جميلة، بس مش الأكشن الجامد. وكمان السماعات الصغيرة اللي كانت محطوطة كان بتدل إن دي حفلة على الضيق. ودي الكلام اللي أنا قلته في الفيديو اللي فات، مش عايز أقعد أعيده تاني. حسن كان فرحان فرحة هستيرية وهو اللي كان قايم بالليلة كلها. طبعا حسن سنه صغير، حسن تقريبا على ما أذكر 22 سنة أو حاجة زي كده، عز الشقاوة وعز الشباب، والفرحه بقى والرقص وهوبا وعيالة والكلام اللي ايه اللي احنا مرينا بيه كل ده. فده اللي اداني انطباع شويه ان الفرحه فرحه حسن، في فرحه جامده لحسن. وده اللي وجهه لنا في الفيديو الاخير عن عيله حوارات، ان في فرحه خاصه بحسن واللي هي بزواجه واختيار الفيلا، وان خلاص ان حسن هو اللي هيتجوز الاول. وهوبا النهارده يدونا كرسي في الكلوب، كرسي في الكلوب جامد بصراحه كيفني. انا واحد من الناس عجبني قوي 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 الرياكشن اللي ادوه للمتابعين ولنا. اسف عذرا. بفرحه وحفله قويه جدا، من اقوى الحفلات بصراحه. مش من اقوى الحفلات مثلا انها كانت جامده والشو كان حلو ورائع وبتاع، بس على قد ما هو الحفله اللي كله اتكلم عليها ان دي حفله خطوبه حسن،
لا ده كاتب كتاب محمد، لا يطلع العريس مختلف خالص. تطلع ان الحفله خاصه بعريس جديد لانج زيرو لسه بكرتونته. ليه بقى؟ لان الحفله طلعت حفله ادم، ما كانتش متوقعه. طبعا احنا كنا المفروض ان احنا توقعنا، لان في بدايه الحفله ديت كان في ريلز اتعرض على الانستجرام، وكان حسن ومحمد ماشيين المشيه الرايقه الجامده وهم داخلين على الكاميرا كده. بس احنا فاتت علينا الحته دي، وتوقعنا كلنا انها تكون ده كاتب كتاب محمد. قلت انا لا، فرح حسن. توقعت انا الموضوع ده، لكن طلعت ان الفرح فرح العريس الجديد، فرحة آدم محمود حوارات، واللي كان بمثابة سبوع مجمع. والحمد لله برضو في جزء عندي تمام، ان انا قلت لكم طالما سماعات صغيرة يبقى الحفلة مضمونها صغير، العيلة بس، مش حفلة على الجد والمظبوط والجامد. وده فعلا اللي طلع صح، وان الحفلة كانت فعلا ملمة بالعيلة فقط، والاقربون قوي 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 من عيلة حوارات، زي مثلا اهل سحر واللي كانوا متجمعين معاهم، واللي عاشوا اجمل فرحة في عزومة جامدة جدا. بس هنا في نقطة بقى احب اسأل فيها، هو العزومة ديت كانت خاصة بالخروف اللي اندبح، ولا دي عزومة تانية؟ لو عزومة تانية، طب في نقطة كمان أنا عايز أسأل فيها معلش، هي دي كانت عزومة ولا كان إعلان لبدوية اللي هي الخيمة البدوية؟ والخيمة البدوية معروفة في اسكندرية، والشو بتاعها الجامد، مكان رائع، الأطفال يلعبوا، حفلة في تجهيزات كمان لو عريس وعروسة، في سيشن، في مكان ينعمل فيه قاعة. الخيمة البدوية من أجمل الأماكن على منطقة اسكندرية، والمعروفة بجمالها وتضامنها حاجات كتير جدا، ملمة بسيشن، بفرح، بعزومة، بملاهي أطفال، بمكان مرح وكبير، أكل شرب كلام من ده كل ده. بس هو كان الموضوع في عزومة وقلنا نعمل إعلان يعمل لنا تخفيض، ولا ايه النظام؟ عشان برضه ابقى عارف، انا برضه يعني يوتيوبر برضه والحمد لله مشهور، اي نعم قناتي مش كبيره، مش مليونيه، بس يعني لنا برضه صوتنا مسمع الحمد لله، والفضل لله، يعني الفضل من ربنا والفضل بعد ربنا لكم طبعا. نروح اقول لهم اعمل لكم ويعملوا لنا خصم؟ انا على قد مش هعمل حفله، مش هتجوز. اشوف انا بقول يا ممر اهو، مش هتجوز، بس ايه يعني، حبيت اعزم على العزومه وفنجر عليهم واعمل فيها بقى يعني كده الواد يوتيوبر بقى، وهعزم يعملوا لي تخفيض برضه، يعني وصوم علينا يا عم حسن انت وعم محمود، برضه هينفعوا في وقت زنقه ولا حاجه. كانت فرحه جميله جدا، وحسن كان في حاله شبابيه بقى، وده اللي مرينا بيه كلنا، في حاله فرحه هستيريه كبيره جدا. وعرض كمان للخيمة البدوية، للأماكن الموجودة فيها والغرف وجمالها، وكمان إنها مكيفة ومجهزة لاستقبال العرايس، لأن العرايس تتجهز فيها كمان، تلبس يعني كل عروسة أو العريس يغيروا هدومهم، وكمان في أوضة مخصصة لأصحاب العريس أو لأصحاب العروسة بالاتفاق، والسيشن، وكمان مكان الفرح. كل ده موجود في الخيمة البدوية، وده كانت رسالة طبعا في ضمن الفيديو. بس اللي عجبني ان الرياكشن الفيديو اللي صدع دماغ الكل، وكله قال لك الفرحة كاتب الكتاب، واللي قال لك الفرح، واللي قال لك مش عارف، وتطلع في الاخر الفرح والحفلة حفلة العريس الجديد آدم محمود حوارات. ربنا يجعلها ايام خير عليهم، ويجعلوا ولد صالح يرعى اباه ويحافظ عليهم. وانتظروا الفيديوهات اللي جايه، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس ان شاء الله يبقى في فيديوهات تعجبكم وتنول حسن اعجابكم، وكمان ان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونعرض لكم الاحداث اول باول. بحبكم في الله، صلوا على سيدنا الحبيب، وانتظروا كل جديد يا احلى ناس في الدنيا. وفقني ووفقكم الله لما فيه الخير. بنحب كل الناس ونحب السعاده لكل الناس. والفيديو اللي جاي هيبقى فيه مفاجاه، معرفش هتعجب ناس ومش هتعجب ناس، ولا الوضع هيمشي ازاي، بس هعرض لكم الخبر، لان انا وعدتكم ان اعرض لكم الاحداث اول باول، وانا عند وعدي لكم ان شاء الله.
ربنا يجعله ايام خير، والسنه اللي جايه تكون سنه سعيده علينا وعليكم ان شاء الله. صلوا على سيدنا الحبيب وانتظروا كل جديد. اللي ما اشتركش يشترك، وما تنسوش اللايك. لو حد ناسي لحد دلوقتي انزل حط اللايك، ولو ما اشتركتش يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده اول باول.